بيخطفوا حبيبته وبيحسبوه ضعيف، ما يعرفوش ان هو سالر المدمر. امه كانت واخده عليه عهود ان هو ما يضربش حد، ولكنها بتقول له انا حررتك من كل العهود، والوعود دي دمر وقاتل وموتهم. ما تيجوا بينا نشوف الحكايه. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا جماعه جهزوا معايا كوبايه الشاي عشان الفيلم النهارده بجد والله ملحمه، فيلم من افضل 10 افلام اللي اتعملت في الهند. وتبدا حكايتنا يا جماعه وبنشوف ديفا بطل حكايتنا وهو صغير، وكان صاحبه من قبيله تانية، والشرف بتاع القبيله دي في الحلق اللي بيعلقوه في مناخيرهم ده. وفي شاب افترى على صاحبه وخد منه الحلقة بالغصب. وهنا صاحبه استعان بديفا اللي وصل معاه بدون خوف، والواد التاني بيقول له لو عاوز الخاتم وقع للراجل اللي في الحلقة ده على الأرض. وبالفعل بيهزموا ديفا، وبيشوفوا في ديفا القوة والشجاعة اللي ملهاش مثيل. اللايك اللذيذ والاشتراك يلا عشان الدنيا هتحلو. ورجع الخاتم تاني لصاحبه. الحتة الجاية يا جماعة هي فراق الصحاب بقى. هنا بنشوف مجموعة قتلة من عشيرة تانية، المفروض انهم قتلوا كل عشيرة البطل دول، وجايين عشان ياخدوا امه ويقتلوها. وهنا بيوصل صاحبه وبيقول له القتلة دولت ان والدك هو اللي امرنا بكده. ياه، يعني ابو صاحبه هو اللي امر ان هو يقتل العشيرة ويقتل امه ويقتل زميله كمان. بس يا ريت بقى لايك واشتراك كده، واحنا ايه مش عليه العملية مع بعض. شايفين يا جماعة الاساور اللي في ايده؟ لان هو من العيلة المالكة، وكل سوار من دول بيمتلك بيه قرية كبيرة او مدينة داخل المدينة الكبيرة. وقرر الصاحب الجدع ده ان هو يضحي باكبر مدينة بيمتلكها للقتلة دول عشان يسيبوا مين؟ زميله وامه يعيشوا. وطبعا امام الاغراء ده كله بيسيبوهم فعلا. وهنا زميله بيقول له لازم تهرب انت وامك، ماشي؟ وقدام البوابات يا جماعة بتاع المدينة الكبيرة امه عاوزة تاخد عليه العهد انه ما يرجعش هنا تاني ابدا. ولكن ديفا يا جماعة مش بيرضى يوعد امه، وبيروح على صاحبه يديله هو العهد. لو احتجتني في اي وقت هرجع لك، ماشي؟ ولب الندى على طول. يعني صداقة وحاجات من اللي هي الحلوة دي والله يا جماعة. والراجل ده بيقول له ان زميلك ده خد بالك ده عبارة عن جيش، يعني لو احتاجته في اي وقت ممكن يدمر العالم كله عشان خاطرك. وده زي الاسطورة بتاعت زمان اللي كنا بنسمعها، واللي كان بطلها اسمه سالار. وبعدوا الصحابة يا جماعة عن بعض، واللي ما تعرفوش انهم هيدمروا دولة كاملة لما هيحتاجوا لبعض. ويمر الزمن وبيكبر البطل. الراجل ده كان هربان من الهند من زمان ومعاه بنته، وكان ممنوع عليهم انهم يرجعوا الهند تاني. كانوا على علاقة بالعيلة المالكة يا جماعة فعلا، يعني كان في ما بينهم شغل او حوارات يعني هنشوفها بعدين. ولكن بنته مسافرة دلوقتي للهند بدون علم ابوها. طبعا العيلة المالكة دي عاوزين يقتلوا البنت وابوها، وهنعرف ليه بعدين. المهم الراجل ده بيتصل بحد ويقول له مفيش غير واحد بس هو اللي هيقدر يحميها منهم. وبيتصل بديفا وبيقول له انا بفكرك بالعهد بتاع زمان. انا عارف انك مش هتقدر تيجي الهند، ولكن هبعت لك شخص وعليك ان تحميه. وبيأمن بلال اللي هو صاحبنا ده المكان، وبيقدر يهرب بالبنت فعلا. وبيوديها عند ديفا. وعشان ام ديفا ما تعرفش يا جماعه الكلام ده وتعارض الموضوع ده، بيقولوا لها خدي بالك ديت مدرسه، يعني جايه تعلم الاطفال وهتعيش معاكم كام يوم كده لحد ما تعلم الاطفال وترجع تاني بلدها. اما دي بقى اسمها رما، عاوزه تنتقم من ديفا والراجل التاني وبنته باي طريقه، وكانت منتظره اي معلومات عنهم يا جماعه من سنين. طبعا البحث شغال، خدوا بالكم هم في الاساس بيدوروا على ديفا، وعارفين ان ديفا هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ البنت دي ويحميها. فهم بيدوروا على البنت عشان بس يوصلوا بيها لديفا. وكان ديفا يا جماعة شغال في منجم هو واطفال ورجالة القرية اللي هو عايش فيها دلوقتي. وكانت امه بمثابة الام للموجودين في القرية كلها كمان. البنت هنا مش عارفة تعلم الاولاد، والواد الصغير ده بالغلط كان رايح يفتح عربية ديفا. وقبل ما يشوف ونشوف الاسلحة اللي فيها بيوصل ديفا بسرعة وبيبعدوا عن العربية. وبيعرف ديفا ان البنت راحت على السوق واكيد حد هيتعرض ليها، فبيروح للمكان. وخليكم فاكرين الواد اللي بيتريق عليه دلوقتي ده بيقول له يعني اضربني اضربني، هيتعلم عليه كمان شويه، وهيشوف الويل كمان شويه.
وبتوصل الشرطة. وهنا طبعا البنت بتحسب ايه ديفا ضعيف لانه ما عملش حاجة ليهم. بس يا ريت بقى لايك واشتراك كده والعملية حلوة كده. المهم يا جماعة، العيلة المالكة دي كانت متحكمة في الشحن في الهند، ماشي، وكانت بتختم أي بضايع بتبعتها بختم ملكي خاص بمدينة خنصار دي. وأي شرطة أو أي حد مهما كان ما ينفعش يعترض الشحنة بتاعتهم، يعني طول ما عليها الختم الملكي ده. وعندهم قانون اللي يتعرض لشحنة مختومة ويوقفها يتحكم عليه بالموت مهما كان مين، ماشي. وده اللي هتقوم بسببه الحرب كمان شوية. يلا نكمل. وحتى شايفين الضباط دول يا جماعة يعني اترعبوا اول ما شافوا الختم، وكل المراكز كمان. يعني ازاي محدش يوقف الشحنة، محدش يوقف الشحنة اللي على الختم. نرجع تاني للبطل بتاعنا الاسطورة ديفا، وهو في المنجم. البنت كانت رايحة عند ديفا هناك، والعصابة دي جت وراها تاني، ماشي، عشان يعني يقبضوا على البنت وياخدوا المكافأة. طبعا ديفا واقف مش راضي يعمل حاجة، وأمه راحت بالصدفة وشافتهم وهم ايه خاطفين البنت، وعاوزة تبعد ابنها يا جماعة عن المشاكل بأي طريقة. حتى عمالة تستنجد بالناس ومفيش حد قادر يعمل حاجة. ماشي، خد بالكوا يا جماعة، أمه كانت واخدة عليه عهد إنه ما يضربش حد وما يمسكش في إيده سكينة ولا أي حاجة مهما كانت الظروف. عشان كده هو واقف مش راضي يعمل أي حاجة. حتى ان الراجل ده بيقول لها انت عارفه ان مفيش حد هيقدر ينقذها ايه غيره، وان هو مش هيتحرك غير لما تؤمريه. حتى الاطفال يا جماعه ده هم بتتريق عليه قدام امه لانه مش قادر يعمل حاجه. وهنا انفجر الغضب من الام واطلقت العنان للاسد وقالت له انا حررتك من كل الوعود اللي قلتها لك يا ديفا. قاتل. يا اخي لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك واشترك عشان تشوف الوحش. وهنا طبعا بيظبطهم وبينقذ البنت. وهنا امه بتقول للراجل بلال ده انت اللي صحيت الماضي تاني، انا بهرب بابني من كل مكان لمكان بقالي سنين، يعني عاوز ابعده عنهم وعن المشاكل. يعني ما يهمنيش البنت واللي انت جايبها دي، انا يهمني ابني، يعني خدها وامشي من هنا. ولكن البنت بتحنن قلبها وتقول لها خدي بالك انا جيت للهند بس عشان ادفن الرماد بتاع امي. ان امي قبل ما تموت قالت لي ادفين الرماد بتاعي في الهند، ودي كانت اخر امنية ليها. ولكن ام ديفا يا جماعة حكمت عليهم بانهم يسيبوا المكان، حتى هي وابنها كمان هيسيبوا المكان ويمشي. طيب فاكرين يا جماعة الشحنة المختومة اللي قلنا ما ينفعش حد يوقفها مهما كان، ولو حد وقفها هيموت؟ الست الغبية دي اللي اسمها راما من اللي هي من العيلة المالكة دي عملت لعبة ماكرة جدا وذكية عشان توقع الدنيا في بعضيها. راحت متصلة باللي هو الواد اللي مسؤول عن الشحنة دي، وقالت له في بنت في المكان الفلاني تجيبها معاك عشان الملك عاوزها. انتوا عارفين ليه؟ طبعا يعني عارفين عشان ان ديفا هو اللي هيوقف الشحنة وينقذ البنت، وتحصل الفتنة الكبرى بين ديفا وبين اعز اصحابه اللي هو الملك دلوقتي. بيروحوا فعلا وبيقبضوا على البنت وكمان بيختموها. وكانت ام ديفا ماشيه في نفس الطريق وشافتهم، وديفا مش قادر يعمل حاجه. يعني بيقول له كانه مثلا في سر، يعني بيقول له لامه قرار قرارك، يعني واد محترم بجد يعني. طبعا قالت له هات اللي عندك وخليها تخرب ما تعمر. يا لهوي يا جماعه لا يحصل والله العظيم شويه دمار بجد بجد. فيلم يعني ما فيلم فظيع. يلا نشوف. وطبعا نازل فيهم ضرب زي ما انتم شايفين والقتل والكلام ده كله، والكل مترقب عند العيلة المالكة وشايفينه بس مباشر. حتى ان الراجل ابو البنت راح عندهم وقال لهم ان ديفا هو اللي بيحميها ومحدش هيقدر يقرب منهم. ولكنها بتقول له ها ها انا عارفة ان محدش هيقدر عليه، ولكن انت عارف عقوبة معارضة الختم. فاكرين صاحبه بتاع زمان يا جماعة اللي هو انقذه وامه؟ هو دلوقتي الملك على اكبر مدينة محصنة، مدينة خنسار دي. وكده بقى في تحدي بين الصحاب، ديفا لوحده وفرادها اللي هو ملك خنسار دلوقتي ومعاه جيش كامل، والدنيا هتخرب يا جماعة. وكل اللي شاف ديفا اتخض اول ما شافوه، والوشم اللي على ايده كمان. حتى اللي راكب في الطيارة اللي هو صاحب الشحنة مع الراجل ده بيقول له انت مش قلت لي ان مفيش حد هيقدر يوقف الختم؟ قال له ختم مين؟ ده ديفا ده هو اللي اخترع الختم اصلا. وهنا الراجل ده بيقول للفرادة هتعمل ايه؟
قال له القانون بتاع خنصار قانون، ولازم الدستور يتنفذ، ولازم ديفا يتحكم عليه بالموت. كده أعز أصحابي يا جماعة أصبحوا أقوى أعداء. ما تيجوا نشوف الحكاية من الأول، وإيه اللي حصل مع الصحاب دول، وإزاي فرادها ده أصلا طلع للحكم. هنا الراجل ده هيحكي للبنت واحنا معاه القصة وما فيها. بيقول له ان كان فيه 3 قبائل زمان، قبيلة منار وقبيلة شورياجا وقبيلة غنيار. عملوا لنفسهم مدينة وحصن كبير سموه خنصار، حتى ان البريطانيين ما قدروش عليهم. وبعد ما الهند استقلت، جه قائد القبائل ال3 دول للحكماء بتوع الهند، وراح حازف اسم خنصار من الخريطة، وقال لهم قوانين الهند ملناش دعوة بيها، ولكن قوانين خنصار هطبقها عليكم وعلى اي حد. واتحكمت خنصار يا جماعة في السياسة وفي كل عمليات التهريب والسلاح وغيرها، حتى ان الناس بتخاف يعني تنطق اسم خنصار دي. وعملت خنصار دستور لنفسها، وكان جد فرادها هو ملك خنصار. ولما مات الجد ده، كان المفروض اللي يحكم هو واحد من قبيلة شورياجا، اللي هي قبيلة البطل يا جماعة ديفا. المهم رجم النار ده اللي هو ابو فرادها مرضيش بكده، وامر بالخيانة وقتل كل قبيلة شورياجا، وقال انا ابن الملك وانا الاحق بالملك. لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك واشترك عشان الجديد. وبالفعل بقى هو الملك والناس كلها بتخاف منه، لكنه كان غضبان على ابنه يا جماعة فرادها، ومش راضي يمسكه اي منصب. وده ليه؟ لانه ساعد زميله زمان ماشي، وتخلى عن اكبر مدينة وادى الثوار بتاعها للراجل ماشي عشان ينقذ زميله وامه. ولكن الشخص جوز بنته ده بيقول له طب يعني ده كان عيل لسه 10 سنين ولا 12 سنة، ولازم تعفوا عنه وتمسكوا منصب، يعني مهما كان برضه هو ابنك. طيب قلبه حن، وراح للمجلس قال لهم وطلب منهم، ومن القبيلة التانية اللي هي غنيار ديت قال لهم انتوا لازم تتنازلوا عن كرسي من المجلس عشان ابني فرادها يمسك معاكم. وطلب من رانجا ده ان هو يدي الكرسي بتاعه لابنه، وطبعا وافق رانجا وبالغصب، وقلبه بيغلي وكله بيغلي. وسافر رجم النار للهند يا جماعة، المأمورية كبيرة، وراح سايب خنصار تحت قيادة مين؟ بنته راما. خدوا بالكم ولاد رجم النار دول 3، راما اللي هي البنت دي، والنطع ده من وفرادها من تانية اللي هو ايه زميل ديفا ده. وكلهم يا جماعة عاوزين يحكموا. وهنا صاحبنا ده جوز راما عمال يقوم فيهم، ده انتوا عرر، ده انتوا هفاية، عقبال ما يرجع رجم النار هيكون فرادها فرد قلوعه وبقى هو الحاكم. واحنا عندنا قانون في الدستور، القوي هو اللي يحكم. ولو انتوا ناصحين تروحوا موتين فرادها قبل ما ابوه يجي. وبالفعل يا جماعة بيتصلوا بناس قتلة من كل مكان عشان تبدأ الخيانة. وبدأ القتل في المدينة فعلا، أنصار فرادها مع أنصار رانجا ده وأخوه الخاين. وقبل ما يقبضوا على فرادها ويقتلوه، ضرب الجرس بتاع المدينة. والدستور بيقول لما صوت الجرس يضرب يبقى فيه وقف لكل حاجة، والكل لازم يلبي الندى ويطلع للمجلس. وهنا اخوها وصل فوق وبيقول لها ازاي تاخد القرار ده وتضرب الجرس في الوقت ده؟ وبتقول له انت ناسي انا بدل ابوك لحد ما يرجع. وامرت بوقف العنف بين اسياد وحكام خنصار، وكده اصدرت قرار وقف اطلاق النار. راح صاحبنا اللي بيقومها ده راح جاي على دماغه كده، قال له يابا مات، خد بالك الدستور. قام صاحبنا افتكر وقال له انا كحاكم وسيد في خنصار اطالب بالتصويت لوقف القرار بتاع راما ده، يعني عاوز العملية تفضل فيها ضرب نار. والدستور قال بعد 9 ايام هيتم التصويت يوقفوا ضرب نار ولا لا. وفي خلال ال9 ايام يا جماعة كل حاكم وسيد وقبيلة ماشي بدأت تجمع جيوش عشان الحرب اللي هتحصل دي بعد ال9 ايام. واللي هيفوز فيها يا جماعة هيفوز بالعرش نفسه، يعني مش بالمنصب بالكرسي بس، لا ده هيفوز بالعرش نفسه. عشان كده حرب هتبقى حرب كبيرة. هنا فرادها قاعد مع زمايله واخواته وبيقولوا هنجيب جيش منين، ولكن فرادها افتكر ديفا، قام رايح يجيب ديفا زميله وكأنه بجيش، كأنه بمثابة جيش يعني. وصل فرادها لمكان ديفا او قام واخده بالحضن، لانه ما شافوش من زمان من ساعة ما ايه يعني طلعوا من البلد هو، وجابوا معاه وراجع على خنصار. وعلى البوابات يا جماعة صاحبنا فتح دفتر كبير بقى عشان يكتب اسامي الجيش اللي جاي مع مين، اللي جاي مع فرادها. فبيقول له انا معايا شخص واحد بس، والراجل مستغرب جدا يعني. ودخل ديفا تاني مدينة خنصار بلده
بعد 25 سنة. جيوش في كل مكان وهو لوحده جيش. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. يعني حتى ان اخواته واللي معاه مستغربين ان هو مدخل شخص واحد بس، وده واحد من الاسياد بيقول لابنه ده: انا عاوزك ما تخليش فرادها ده ينام، انا عاوزك تذله. وبداوا فعلا في حركات معيله وتريقه على فرادها، حتى ان زمايل فرادها نفسه بيتريقوا على دي، فبيحسبوه ان هو مش عارف يمسك سلاح اصلا. يعني طب ازاي هتحارب؟ وهنا فرضها يعني كأنه حايش ان ديفا يعمل اي حاجة دلوقتي، حايشه يعني موقفه. وبيقول لنفسه: طب انا هقدر يعني احوشك لحد فين، لحد امتى؟ يعني ربنا يسترها بقى. وكان فيشنو ده اللي هو ابن واحد من الحكام، يعني كان اللي هم كانوا بيغزوه وبيذلوهم، بيحب يعذب البنات. وقام باعت لفرادها في اليوم ده وقال له: لازم تحضر عشان تشوف بعينك اللي انا بعمله. وبالفعل راحوا، وبيروح قاطع طيارة ماشي. والبيت اللي هتنزل عليه الطيارة يا جماعة المفروض ان هو ياخد البنت اللي فيها ويعذبها. وفرضها واللي معاه واقفين مش قادرين يعملوا حاجة من الذل، حتى انهم بيقولوا لهم: حطوا ايديكم في جنبكم، يعني اقفوا زي العيال يعني. ماشي. طبعا ديفا بيغلي وعاوز يفك ايده يلا فك ايدك يا بطل. قام فكك ايده، ويا لهو على اللي هيحصل. قام فرضها مغمض عينه لان عارف ان الدنيا خلاص خربت. تعالوا نشوف هيحصل ايه. والخبر اتعرف يا جماعة ان فيشنو اتقتل، وابوه عمال يصوت ويولول، وقبضوا عليهم عشان يحكموا عليهم. وهنا راما جات لابوه وهو بيدفن ابنه وبتقول له: انت ان فرادها مش هو اللي قتله، يعني اللي قتله الراجل الجديد اللي معاه، يعني خليك فاكر. ولكن النطع ده بيقوم على فرادها ويقول له: ده ان فرادها كان واقف وابنك بيتقطع زي الكلب وما عملش حاجة. هم عاوزين يا جماعة العبيط ده يقتل فرادها ماشي عشان وقف اطلاق النار يقف والقرار بتاع الحرب يشتغل تاني. وبيدخلوا لساحة المحكمة والراجل ده رايح على فرادها ماشي عشان يقتله. وديفا بيقول له: انا اللي قتلت ابنك، ارجوك ما تلمسوش، ارجوك ما تلمسوش ماشي، انا المسؤول، اقتلني انا. وصاحبنا ما سمعش الكلام، قام ديفا عمل شوربة كوارع على ايده. والكل بيعمر بنادق، قام قايل لهم: يا نهار ازرق، انا بقول لكم محدش يلمسه. وراح مكمل الشوربه على دماغ صاحبنا ده، والكل في ذهول. وقام واخدينهم تاني على السجن. وهنا راما وباقي اهلها بما فيهم الراجل ابو البنت بيقولوا كده: الاصوات في كل القبائل هتبقى متعادله بعد ما الملك يجي كمان ويحط صوت، واللي هيغير في الموازين دي صوت فرادها نفسه، هو اللي هيبقى الفيصل، الحرب تشتغل ولا ما تشتغلش. وهنا جول اخواته يهددوه ان ما يوافقش على الحرب، يعني قول مش عاوز حرب عشان الحكم يفضل في عيلتنا تاني ونفضل زي ما احنا الملوك ماشي. وهددته بقتل اخوه وكل اصحابه لو ما عملش اللي قالت عليه. وهنا ديفا بيقول له: صوتك لنفسك، خليك شجاع وخلي موسم الصيد مفتوح، يعني خليها حرب وتخرب ما تعمر ماشي، وانا في ظهرك كده. دقت ساعة الحسم ووصلنا يا جماعة لساعة التصويت، ووصل الملك في اللحظة الحاسمة وفعلا حصل التعادل. كده فاضل صوت فرضها يصوت يا اما الحرب يا اما لا. وراح فرضها جاي وحاطط الصور بتاعه في اليمة اللي فيها الحرب، واعلنت الحرب بداية من الساعة 12 بالليل. ونزلوا فرضها تاني للسجن، والمفروض انهم واخدين اوامر يقتلوا ديفا واللي معاه. دي هتبقى ليلة سودة وطويلة على الكل. يلا نكمل. وصاحبنا ده مرتب لفرضها مجموعة من الكلاب البشرية، وهم هنا بيسنوا السكاكين، فبيقول لهم: ديفا سنوا السكاكين بالجنب عشان تقطع العظام. وبيقول للولية دي: ارسمي لي وشم. فبتقول له: ارسم لك ايه؟ قال لها: اللي انت شايفاه في خيالك. فالولية اتخضت وقعدت ترسم في الوشم. وبعد ما خلص طبعا انقذ صحابه وراح على فرادها وقاموا بالموجودين سوا. مش بقول لكم ليلة طويلة؟ وراحوا مقاتلين رانجا شر قتله. وهنا كل اللي ليه صاحب بيدور عليه عشان يتفق معاه، عشان ايه يعني يتحدوا مع بعض عشان هما اللي يحكموا. وهنا الملك بيقول لبنته: مش مشكلة كل دول وكل التحالفات اللي بيعملوها، المشكلة ان يكون في حد لسه عايش من قبيلة شورياجا اللي قتلتهم من 25 سنة. تعرفي انا عامل الاسوار الكبيرة دي ليه ومعايا الجيوش دي كلها؟ عشان خايف ان حد يكون لسه عايش منهم ويجي يطالب بالحكم. وجوزك خدي بالك واحد منهم، وبيسأله:
فين مكانكم. وهنا بنشوف لما كانوا بيقتلوهم زمان كانوا بيهربوا ولادهم في البلاعات لحد ما كبروا وعملوا لنفسهم جيش كبير. وبيقول له ان الجيش جاهز وجاي لك في الطريق لانك انت اللي قطعت الراس بتاع الهنا. وبيقول له انت فاكر دارا اللي انت قتلته عشان تاخد مكانه على العرش؟ ابنه لسه عايش وتاريه هو ديفا يا جماعة. ايوه كده هو ده الشغل. والله العظيم العملية بتحلو في الفيلم ده من اوله لحد اخره. ابنك زمان هو اللي انقذه هو وامه وطلعهم خارج خنصار. واديكم شفتم اول ما دخل المدينة عمل ايه. انه قائدنا وده هيولع فيكم يا ولاد البلط. طبعا كده يا جماعة العملية متعقدة شوية. يعني كده ديفا ابن الملك الحقيقي، يعني المفروض هو اللي يكون الملك، ولكنه وعد فرضها زميله انه هيساعده لحد ما يبقى الملك. يعني كده كأنه بيتخلى عن الملك عشان خاطر يكافئ زميله بسبب ان هو انقذه هو وامه زمان. يعني ايه الشجاعة دي يا جماعة؟ ازاي هيعدي الحرب وازاي زميله فرضها بيقول بيبقى هو الملك، وازاي بقوا اعداء كده والمفروض واحد فيهم بس هو اللي يبقى حي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الثاني لما المخرج يعمله. لايك بقى واشتراك يا جماعة، وسلام.